تعزيزا للعلاقة الثنائية بين المغرب ونيجيريا، استقبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا الفرع النياسي الشيخ طاهر عثمان بوشي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد هام. التفاصيل مع رضا العبيدي، سهام بوخليفي وحسن سيلة. المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية علاقات متينة وعريقة تنهل من روابط روحية وأخوية عميقة الجذور، تعززها وتقويها زيارات وفود رفيعة المستوى إلى المغرب. واليوم زيارة الشيخ طاهر عثمان باوتشي الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا الفرع النياسي على رأس وفد هام هي مناسبة لتعزيز وتوطيد هذه العلاقات المتميزة. المملكة علاقة روحية، علاقة إلهية ليس فيها أي غرض إلا الله. علاقتنا علاقة بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. نشكره كثير على ما تقومون به، من قبل الشيخ إبراهيم نياس وأولاده وأصحابه، وما تقومون به للشيخ إبراهيم صالح وأولاده، وجميع ما تقومون به من ناحية عنان الفقراء. زيارة ديال الأخوة وزيارة ديال الصداقة. العهد اللي كان بيننا وبين المملكة المغربية سنوات منذ أجدادنا، وهذه زيارة الوالد الشيخ طاهر باوتشي إلى المملكة المغربية زيارة روحية، زيارة صداقية، زيارة لنجدد العلاقة بين المغرب ونيجيريا، ونجدد العلاقة بين إخواننا خصوصا تيجانيين. زيارة الوفد النيجيري هي أيضا صورة أخرى لولاء روحي وديني متجذر يجمع شيوخ الطريقة التيجانية بنيجيريا بأمير المؤمنين، وذلك على ضوء ثوابت دينية مشتركة تختزل عمق الأواصر الروحية بين المسلمين في بلدان القارة السمراء، خاصة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية. الشيخ طاهر عثمان باوشي الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا الفرع النياسي، الذي عبر عن أن العلاقة بين نيجيريا والمغرب، طريق مسلمي وتيجاني نيجيريا والمملكة المغربية، هي علاقة أخوة لله تعالى ليس فيها أغراض ولا مقاصد إلا التعاون على البر والتقوى. زيارة الشيخ طاهر عثمان باوتشي الخليفة العام للطريقة التيجانية بنيجيريا الفرع النياسي هي إسهام في توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وهي كذلك وفاء لرسالة المملكة المغربية في حماية الدين وصون القيم الإنسانية والخصوصيات التراثية للشعوب الإفريقية.